اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه وصفحه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا وتكون فيديوهاتنا بتنال اعجابكم. النهارده معلومه بسيطه جدا. المكنسه لو عندنا فيها مشكله ان احنا بنشد الكابل بتاعها بيرجع تاني مكانه، بنشد الشده دي ما بيمسكش. المفروض الكابل هنا ما يرجعش غير لما انا اضغط على الزرار. طب احنا عايزين نعرف الفكره البسيطه في تشغيل الموضوع ده. هنفك المسامير بتاعه الاطار بتاع المكنسه، هنرفع الكفر بتاعنا بالشكل ده، هنشوف ايه السبب في المشكله دي. نبقى مستوعبين الموضوع. المفروض انا لما بشد الكابل كده في بكره هنا بتتحرك، في كاوتشه بتمسكها بتقول لها لو سمحت ما ترجعيش. يعني دي المفروض كده الضغطه البسيطه دي خالص تخلي الكابل ما يرجعش. اللمسه البسيطه دي مجرد ما انا ارفع ايدي الكابل هيتحرك. طب ايه اللي بيخلي الكابل يتحرك؟ لو احنا بصينا هنا كده، الجزء البلاستيك الصغير ده اللي عامل القرصه اللي بيرفع الزرار لتحت عشان يخلي البكره، ممكن تطلع في التصوير شويه. الجزء الصغير ده اللي بيعمل قرصه عشان يخلي البكره دي تضغط، يعني يبقى عامل قرصه الناحيه دي كده عشان البكره دي الصغيره تضغط على البكره الكبيره تخليها ما تتحركش، وبالتالي الكابل ما يرجعش من مكانه. يعني كده الجزء ده اللي بيرفع كده لفوق، فبالتالي الكابل ده ما يرجعش. الجزء البلاستيك الصغير ده ضعف شويه، فاحنا هنعمل حلين. قدامنا حل ان احنا نفتح الشفتين البلاستيك الصغيرين دول، ويا ريت بايدينا يا جماعه مش بنفك ولا حاجه عشان دول هيتكسروا بسهوله، بتبقى الحاجات دي ضعيفه جدا. وهنطلع الصباع ونشد اللوك الصغير ده او اللسان الصغير ده، نشده شده لتحت. احنا كده بنعمل قرصه فيه، ولكن مع السخونه بتاعت المكنسه الطبيعي ان اللسان ده بيضعف. فاحنا لو ركبنا كده، بصوا يا جماعه انا عملت قرصه بسيطه وهنبتدي نشوف مع بعض. كده بدأ يشتغل تمام بكل بساطه. حل بسيط وحل سريع. لو احنا لمسنا ده الكابل خلاص رجع. نجرب تاني. كده خلاص مش هيرجع. بكل بساطه انا لما عملت قرصه صغيره في اللسان البلاستيك بدات يستعيد وظيفته. انه الحل الثاني او الاختراع النهارده اللي في الفيديو بتاعنا، لو اللسان الصغير ده ضعف او اتكسر نعمل ايه؟ نجيب يا جماعه بكل بساطه اي سوست قديمه عندنا ونشوف المقاس المتناسب مع الجزء احنا لو بصينا هنا هنلاقي دي تقريبا دي اقرب مقاس متناسب. في شفه صغيره خالص هنا وفي شفه تحت هنا. هبت السوسته دي هنا ونضغط ضغطه بسيطه ونركب السوسته دي هنا. كده انا ما عملتش اي حاجه خالص غير ان انا عملت سوسته بديله للجزء البلاستيك الصغير لو هنجرب نشد الكابل كده بقى ماسك جدا، مستحيل يتسحب يا جماعه غير لما احنا نضغط على الزرار بتاعه. نجرب تاني. فكره بسيطه جدا، اتمنى تعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يتكرم علينا باللايك، واللي مش مشترك معانا يا جماعه يشرفنا بالاشتراك، ويا ريت كمان نعمل متابعه للصفحه بتاعه ابسط فكره. اشكركم جزيلا.